ازاي الحال؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا ازاي ننطق حرف السي وقلنا ان احنا بننطقه س. تمام، بصوت الس. لو جه بعده اي او اي او واي، تمام، ولو جه بعده اي حرف تاني بننطقه ك. اتفقنا. النهارده بقى هنعرف ازاي ننطق صوت حرف الجي. حرف الجي بننطقه ج او ج. طيب امتى بقى بننطقه ج؟ بننطقه ج لو جه بعده اي او اي او واي، زي مثلا جيم اللي هو الجيم اللي انت بتدفع اشتراكه وما بتروحوش، او زي مثلا جنرال اللي هو عام او بشكل عام، او مثلا جينجر اللي هو الجنزبيل. بس خلي بالك، حرف ال جي مش دايما بيتنطق ج لو جه وراه اي. ليه؟ في بعض الكلمات اللي بتبقى شاذة شوية عن القاعدة، زي مثلا girl girl اللي هي بنت، او جاف جاف اللي هي هدية. هتقولي طب أنا أعرف ده إزاي؟ هقول لك مع الممارسة. مع الممارسة أنت بتبدأ تتعود على أصوات الكلمات وأصوات الحروف اللي جوه الكلمة. بس كده، وده كان بشكل بسيط إزاي بنعرف ننطق حرف الجي، إمتى ننطقه جا وإمتى ننطقه جا.